السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعي الكرام، يا هلا وكثير الهلا بكم، يا هلا وكل الهلا. طبعا اليوم تقريرنا مميز، تقرير فريد من نوعه، وهو لا مستحيل في الإمارات. طبعا في شجرة في بعض البلدان أصبحت مشكلة، إلا أن هنا في الإمارات أصبحت هذه الشجرة من الاستثمار الواعد. راح نتابع هذا التقرير، خليكم معي. طبعا هنا هذه الفرامة تفرم وتكود هنا. مساحات كبيرة جدا من شجرة جل فلورا او البرسوبس. حياكم الله اخواني. طبعا بعد ما انفرمت شجرة الغويف او البرسوبس، راح بعد تنفرم انعم، وراح تتحول الى معمل الورق لصناعة الورق، وايضا لصناعة الكرتون. طبعا من هذه ايضا تزويد مصانع الورق والكرتون بالمواد الاولية. طبعا ايضا الفائدة الثانية لمخلفات شجرة الغويف او شوك البحر، قرط البحر، ايضا صناعة الفحم المضغوط. هذا الفحم الحيوي طبعا باشكال حسب يعني الغالب وحسب الماكينة. هذا هو الفحم الحيوي من مخلفات شجرة الغويف. طبعا يدخل في مرحلة تصنيعية وثم إلى الفرن للتنشيف بالنسبة للفحم. أما الفائدة الثالثة طبعا أخواني الكرام، من بعد ما هذا يتحلل ويعالج، يتحول إلى كومبوست أي سماد طبيعي للمزروعات والحدائق والمزارع. هذا طبعا هذه هي الحلول لشجرة الغويف المسكيت. طبعا كما ذكرت لها عدة مسميات في دولنا العربية، منها السلم الأمريكي، منها المسكيت، منها الغويف، منها قرط البحر، شوك الشام، شوك البحر، وأيضا تسمى السيسبان وبرسوبس. أما الاسم العلمي برسوبس جل فلورا. عسى أن أكون وفقت، وتقبلوا تحياتي محدثكم مبارك الزهيري.